ديال المظاهرات وغندويو على هذا الشيء ديال من بعد، ولكن نشوف شكون هادو اللي قالوا عليا انا بانني انا زعما راه بايع الماتش. ولا هذا الماتش ما لاعبش في الزمن بوه، انا هذا الماتش ما لاعبش في القحبه مو. انا النهار كامل كنفكر في كي غنموت، صراحه كنفكر في الاخر واخا ندير اللي درت غنموت. ما بقات عاجباني التقلوه من لبسي، بان لكم فصالتي ومخي يبان لكم كيديرها من لبسي. بايع الماتش كلشي ولا دابا شدوني من حاجه اخرى عاوتاني. قال لك بايع الماتش، انا اخويا اللي بغى يخرج يتظاهر راه غيخرج يتظاهر. الناس راك طالب غير بالمستشفيات وبالتعليم، والناس كطالب بالخدمه بالوظيفه وبالصالير شويه يطلع. زعما متطلبات اللي هي زعما بسيطه، زعما وفي اي دوله زعما راها متطلبات بسيطه، ماشي شي متطلبات اللي يضطروا مثلا القوات ديال رجال الشرطه باش يديروا واحد يعني باش دي واحد صحفي او دي واحد ولو يدوز 48 ساعه. علاش؟ عنده رخصه بانه جاي مدير مظاهره. هادو راه ما يقولوش لكم الناس اللي جايين باغيين يردوني نبيع الماتش. هذاك في القانون كيتسمى تعسفي، كيتسمى تعسفي، كيتسمى شي تعسفي، تعسفتي على واحد الانسان كيتسمى تعسفي. هاد الناس جايين باغيين يقابلوني انا في عوض يمشيو يدويو على المظاهرات والناس اللي تعتقلوا والناس اللي خرجوا كلهم وما عاد تشطراو وما عاد انا ما متبعش، جايين متبعيني انا حق باع الماتش. تسير انا راه روبينيو ما بقيتش، واخا روبينيو ما بقيتش باغي نلعب في صبوط الماتش. تاش قربني انا لشي دوله، واش قربني لشي مظاهرات، واش قربني لهذا الشيء؟ نتوما مالكم وليتوا اي قلوه كطرا وليتوا باغي تدوروا ليا. واش انا رئيس الحكومه انا؟ واش انا رئيس الحكومه؟ واش انا اللي قلت لهم شدوا رائد وشدوا وزير حقوق الانسان السابق؟ واش انا اللي قلت لهم شدوا الناس خارجين كيتظاهروا على شي مطالب اللي هي زعما ومظاهرات كانت سلميه؟ واش انا اللي قلت لهم هذا الشيء؟ راه هما اللي خدمتهم ودبر راسهم اخويا. اش غندير لكم انا؟ دابا بنادم ولا داك بوطاطو داك وجا سرق الزيت ولا كيقول لك باع الماتش ديال الدوله. والتسير واش ديال الدوله اللي مدخله جوج مرات الحبس؟ تسير حنا كنحكموا بالحق. الله الوطن الملك فعلا، ولكن الصحه تقاد، التعليم يتقاد، الامن والامان كاين الحمد لله، والفضل كيرجع لرجال الشرطه. باش نكونوا منطقيين خاصنا الصحه وخاصنا التعليم. ما باغينش حنا نديو كاس افريقيا، ما باغينش ننظموا كاس العالم، يكونوا لينا هاد جوج متطلبات. اذا حنا راه بخير، وحنا اصلا راه بخير، حنا راه مرتاحين في بلادنا ومع شعبنا ومع ملكنا ومع الرجال ديال السلطه اللي حاكميننا. ولكن بغينا تكون شي انتفاضه كما تبارك الله تركيا، تكون شي انتفاضه. بغينا تكون شي انتفاضه زوينه، يولي مثلا انا مدينه جديده فيها مستشفى واحد اللي ديال الدوله مقابل مع حبس، مستشفى واحد اللي ديال الدوله. مشيت ديك النهار مع بوز بغا يدق برا باش ينعس، لقيت اخويا واحد البيت بنادم طايح فيه ناعس فيه. وهذه راه قلتها لشي ناس، بنادم ناعس في ذاك البيت، ناعس والبرد وما عادش 3 الصباح وشنو. اذا بغينا الصحه والتعليم، وبلا ما تبغيو تجيو تدوروا عليا، وانا راه مداوز عليكم 2 مرات. انا راه سا شونج غيا بوغ مو، راه حياتي سالات، انا حريتي راه تسلبات، لا مع الدوله لا مع المجتمع. تخرج هذا باغي يجقرك، هذا باغي يتصور، هذه باغي تطهر ولدها الدوي يشدوك. اذا اخويا انا راه ما بقى عندي ما نخسر، راه وليت كنعيش النهار بنهارو، ما بقى عندي ما نخسر. باش تجيو تقول لي بيع الماتش ولا بيع شي حاجه، سيروا فين هو البوطاطو هذا؟ فين هو البوطاطو؟ قلتو بوطاطو ياك؟ صرت يا وصاب خوت، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو ما كنتش باغي نديرو، لا كنضحك معكم. هذا الفيديو كنت باغي نديرو، وشحال من واحد فيكم كان كيتسناني غير امتى له هذا الفيديو، نهار 27 ولا 28، حيت هما اليومين اللي كنا كنتسناوهم فين غادي يطراو مظاهرات لاول مره منذ زمن طويل، مظاهرات كيحاربوا الفساد. فانا في النهار الثاني، انا في الصباح ديال النهار الثاني ديال المظاهرات اللي هو 28، ما عرفتش تشوفوا الفيديو اليوم ولا هذا. المهم البارح طراو مظاهرات، اليوم غيكونوا مظاهرات عاوتاني. الا طرات شي حاجه اليوم نقدر ندير شي فيديو اخر، حيت كانوا عندي شي. هاد الزنجي تسولوه امتاش دخلت حماس على اسرائيل، ما يعرفش، ما متبع التقلوه في الحياه وفي السياسه، متبع هذا غلاط وكيمشي يقرا كومونتيرات الناس اش باغا وكيمشي يدير لهم داكشي اللي باغيين، وهذوك راه كومونتيرات. فيديوهات وما بغيتش نلوحهم، فقلت تدوز هذا النهار ديال 27 28 عاد نقدر نلوح فيديوهات اللي كانوا عندي دراتني. علاش لا دوي
دوي على هذا الشيء، علاش ما تلوحش؟ دوي على هذا الشيء. يعني كانوا ديال لعيبه اخرين. فاليوم الحمد لله بعدا هو انه البارح فاش كانت مظاهره وطرا داك الشيء، الحمد لله انه ولات بعدا قضيه راي عام، ولات موجه. واخا لي زانفلونسور انا عارف هما غيركبوش هاد الموجه، غيركبوا ولا كان شي تيران، شي لعيبه، شي طوطو ديال فيستيفال تما. طو يكون ما بغاش يجي عنده ستريم. هاد الموجه ما غيبغيوش يركبوا على لي زانفلونسور، صعيبه شويه عليهم. لا فبعدا مزيان ما تجمعش القضيه دخلت فيها الميديا، واخا الميديا حتى هي غندوي عليها في الفيديو، مي غير الفاك ديال انه البلان ولا كيدوي عليه كلشي، فعندنا واحد شويه د الحق ندوي على راحتنا شويه، ماشي 100%. ما عندك ما عمر ما يكون عندك حق 100% تدوي على راسك. فاليوم غنشوفوا شنو طاري وغنرياكتيو على البلان اللي طارين وغندوي. غدا ترياكتي انت ما تدويش زعما على شطاري، وما تدويش على المستشفيات الصحه، وما تدويش على التعليم. انت غدا ترياكتي واعر، انت ضيف في العربيه، انت جاي باغي غير ترياكتي على الناس اش قالوا واش داروا. لا ثلاثه ديال الحوايج اللي غنركز عليهم في هذا الفيديو، حيت راه صافي دابا ولا كلشي باين. ركز على الميديا، الصحافه شنو كيديروا. في العواد اللي يركز على 3 اسس الدوله ما عرفت علاش باغي يركز: الصحه، التعليم والامان. شو علاش باغي ركز على واحد النوع ديال المؤثر، واللي باغي يركز عليا ما مركزش على دوك 3 ديال التعليم والصحه والامان، ما مركزش على الزمن بوهم وجاي باغي رياكتي عليا. كيقول لك الياس كيفاش بحيتي مشى لك صوتك، مشى بشي من الورقه، راه مشى بهاد ولاد القحاب اللي مشى معاه بصوتي، راه هاد ولاد القحاب اللي جرحوا لي احلاقمي، اللي جاي باغي رياكتي عليا ونعاود لي يدوي على شطاري واش كاين، باغي رياكتي عليا انا. كاين واحد خونا بالضبط غندوي عليه اللي خارج تيقول لا انا ماشي مع الدوله، ولا بصح. وثالث حاجه غندوي على واحد الناس اللي بسببهم صراحه واش كنفقد الامل في هادشي كاع. واش كنقول اخويا علاش غنديروا حنا هاد المظاهرات اصاحبي؟ علاش خرجت يا ولد القحبه الزنزي؟ ورينا شي تصويره ديالك خارج شي مظاهره، ورينا نجبد لك فيديوهات ديالي البارح في ازمور واليوم في جديده، ونجبد لك انا فيديوهات ديالي واقف ومتقاشر وواقف وهكا، وما نقدرش نبقى واقف بزاف، بقيت ربع ساعه ومشيت حيت ما نقدرش. الناس كيبقاو يجيو في عوادي المظاهره، الناس كيجيو. اذا انا انت واش خرجتي الزنجي؟ خرجتي حتى الرباط حداك، خرجتي الزنجي دوي عليا انا. وهذا النوع راه عايش معانا، وهذا هو اسوء انواع المشاكل، اسوء انواع. دوي على الناس ديال الحوز اللي مازال ما سكنوش، النص فيهم ولا ما عرفتش 85 فيهم في المية اللي مازال ما سكنوش. دوي على الناس ديال الحوز اللي مازال ما سكنوش. بعدا كون كنتو تدويو راه دويو على الناس ديال الحوز اللي عامين باقيين ما سكنوش، عاد اش اجيو دويو على حاجه اخرى. دويو على الناس ديال الحوز. ولا نتوما كيعقل السمك هاد الانفلونسور تابعين لي فيو بارطاج، ماكش واكبوش الحدث، باغي هذيك اللحظه تبروفيتي تدخل شي 4000 درهم. وعاوتاني موضوع اخر، الناس ديال الحوز راه منسيين، واش غتبداو القطره عليهم دابا؟ وانا اول انفلونسور، وماشي كنت نقول الله عز وجل اللي بغاني ندير هذا الشيء، عطيت 5 المليون، وشي انفلونسور عطى شي قلوه، وتجيو تبداو تنتقدوني انا تقولوا لي زعما ضد معاه بيع الماتش.